السلام عليكم. كما تعرفوا اليوم جدت حادث صباح هذا اليوم في إقدام رقيب سجون في ذبح زميل وإصابة عدد اثنين آخرين. دونك لأنا كنا نحمل المسؤولية للسيد يوسف الشاهد اللي تراخى عن الموضوع هذا. نحمل المسؤولية لوزير العدل السابق عمر بن منصور اللي اعطيناه التقارير الأمنية السرية على مستوى الانتدابات في سلك السجون والإصلاح. تتحمل الناس الكل وضعية هذه. دونك تعرفوا الضريبة نتاع الإبلاغ عن الفساد في الإدارة العامة للسجون والسلاح منذ تولي المدعو صابر الخفيفي وهو ينتمي إلى حركة الرهضة. قلنا هذا راه وقع تفخيخ سلك السجون والإصلاح، ووقع معناها تهميش سلك السجون والإصلاح بالانتدابات العشوائية. وقت اللي النقابيين الشرفاء تكلموا على الوضعية هذه وقع إيقافهم، وقع التنكيل بهم، وقع تجميدهم. دونك لهنا احنا في حرب متواصلة، ماهوش مع الإرهاب، احنا في حرب متواصلة مع الفاسدين في الإدارة العامة للسجون والسلاح. احنا مصرين ان الناس هذوما لازمها تتعزل. الناس هذوما لازمهم ياخذوا الحساب نتاعهم. عندنا ملفات فساد، يعني عندنا أكثر من 20 سنة سجن، ملفات فساد معناها في شخص صابر الخفيفي. وعندنا أكثر من ملفات فساد قمنا معناها إحالتها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شخص 16 قيادي في الإدارة العامة للسجون والسلاح. نضيفوا زاد كمال الدين بن حسين اللي تم تعيينه في صلب ديوان وزارة العدل. بكل صراحة نقولوا اللي حركة النهضة تغلغلت في سلك السجون والسلاح تغلغل كبير ياسر منذ 2012. اليوم نحملوا الناس الكل مسؤولية اللي قاعد صاير اليوم. مش تفاجأ الشعب التونسي بعديد المفاجآت. هذه حالة أثبتت الكلام نتاعنا. احنا قلنا منذ 2012، قلنا على الانتدابات العشوائية. عجبنا تصور حتى اللي تم انتدابهم متصورين مع راية التوحيد. قلنا راه فما أعوان سجون وقع التهليل بعمليات إرهابية في سجن في عمليات إرهابية بالكاف. جبناهم بالوثائق وبالحجة. قلنا زاد ثم أعوان سجون زاد ينتميوا، يعني عندهم بدون بحث أمني، وقع انتدابهم بدون بحث أمني. تتحمل الدولة مسؤولية كل ما يحصل في سلك السجون والسلاح. وسلك السجون والسلاح في حالة إلى يعني إعفاء أكثر من 16 إطار سجون. هذوما لازم يتعافوا من العمل نهائيا، حتى بتهمة الانتماء إلى حزب سياسي معين ومعروف هو حركة النهضة. هذوما نزيدوا نعلموكم اللي هما هذوما يعني منذ 2012 عندهم تواصل مع حركة النهضة، وهذا ممنوع. في بالنسبة للنقابين اللي تم إيقافهم، هذيك فضيحة في حق السجون والسلاح. هذوما لازمهم بقرار من السيد يوسف الشاهد إعادتهم إلى العمل ورد الاعتبار لهم. بالنسبة لشخصي أنا تم إيقافي وتم معنا رد الاعتبار لي في بالمحكمة الإدارية بتونس. لكن احنا ماناش باش نرجعوا نخدموا إلا ما تنضاف سلك الإدارة العامة للسجون والسلاح اللي ما أول حاجة ما عندهمش مقاييس علمية. الناس هذوما حاليا المسؤولين المتواجدين في الإدارة العامة للسجون والسلاح لا يمثلون إطارات وكفاءات السجون. أنا ثامر بديت أعلى كفاءة أمنية بشهادة الجميع، بنعد في مرحلة الدكتوراه. عندي معناها شهادات علمية وأمنية وثلاثة دراسات أمنية، فهمتني. ويتم معناها منقاو كان الباك مهندسيس في الإدارة العامة للسجون والسلاح، يعني مسؤولين يعني عندهم ولاءات سياسية. بالنسبة التربصات يعني الاتحاد الأوروبي تعرف لي 57 مليار وقع انفاقهم لتأهيل السجون في تونس. وقع معناها تشتيت الفلوس هذوما، وقع تبذير الفلوس هذوما. مشيت ناس لأمريكا، مشيت ناس لهايتي، مشيت ناس لوس انجلوس، مشيت ناس لبريطانيا. هذوما الكل اول حاجه هذوما ما همش حسب ما همش كفاءات امنيه. هذوما معناها سامحوني في الكلمه باك موانسيس، جو دي بيان باك موانسيس. بالنسبه للكفاءات الامنيه واللي متكونين واللي قارين ومش قاعدين يتحصلوا على التربصات الخارجيه. نراو في ناس قاعده تخرج قبل التقاعد، قبل التقاعد تمشي مره ومرتين لامريكا لان زوجها في الاداره العامه للسجون والسلاح. هذه حالة السجون حالة كارثية. ما فماش حاليا في الإدارة العامة للسجون والسلاح ما فماش كفاءات. ما فماش كفاءات. نتحدى أنا أعلى كفاءة أمنية عملت تكتب، نتحدى واحد عامل ورقة وعمري لا خرجت حتى البنجردان. مانيش ما خرجتش لا فرانكفورت ولا أمريكا. هذا ان شاء الله يوصل الميساج هذا للسيد يوسف الشاهد. ان شاء الله الناس تعرف حقيقة الوضع في السجون. ثم ملفات فساد، ثم ولاءات حزبية.
حقيقة وضع مزري في الإدارة العامة للسجون والسلاح. الكفاءات العلمية في سلك السجون والسلاح مجمدة من عمداء، ثم برشا عمداء أكثر من 160 عميد. علاش اللي موجودين هذوما في الإدارة العامة للسجون والسلاح؟ يا أخي، يا سيد رئيس الحكومة، يا مسؤولين الدولة، اعزلوهم الناس هذوما يا خويا، وقفوهم، غيروهم، غيرونا الناس هذوما. مدير الوحدات حلمي الشريف اللي عنا عليه قضايا نتاع فساد، عادل صنديد اللي معناها يجي للمدير العام للسجون والسلاح يقول له نتعلموا منك سيدي، ويخرج في بلاتوات في موزايك يقول معناها فهمتني، يقول ما فماش فساد. يعني هذاك بصمة عار عندي انا في سلك السجون والسلاح. هذوما مش معترفين بهم، هذوما ناس يعني مورطين في الفساد. اكثر من 16 اطار في السجون والسلاح، ونعرفوهم بالباهي بالباهي، وبعثنا البرقيات نتاعهم والتقارير السريه لديوان وزاره العدل والى وزير العدل ورئيس الحكومه. وبالنسبه لوزاره العدل عندنا كمال الدين بن حسين واحمد خليل، هذوما الزوز اللي عينتهم حركه النهضه. واضحه العمليه ما غير لا نطولوا فيها. ثم المكلف بالسجون كمال الدين بن حسين، هذا حتى القضاة في سلك في صلب ديوان وزاره العدل، قال لك هذا السيد معناها فهمتني ينتمي لحركه النهضه، وهذا من اللي جاء مارينا خير، مارينا خير في سلك السجون والسلاح. فرجاء ان شاء الله يوصل الميساج هذايا، تلاهوا بسلك السجون والسلاح. رانا ما زلنا نشوفوا الانتدابات العشوائيه، ثم 1030 انتداب عشوائي بدون بحث امني. إعادة الاعتبار النقابين الشرفاء اللي تكلموا على الحق وقالوا على الانتدابات هذوما وفضحوا ملفات الفساد. احنا مواصلين، احنا حاليا منابر الاعلام والصحافه والكل يعرفونا، احنا مواصلين في تصريحاتنا، واصلين باعلام الراي العام بحقيقه ما يجري في سلك السجون والسلاح. الحادثه اليوم بطبيعه بصمه عار في تونس. الحادثه اليوم عمليه ارهابيه بأتم معنى الكلمه، بدون يعني حتى بحث مسبق، ولا الراجل قال الله اكبر، واضحه العمليه. دونك لهنا تتحمل مسؤوليه وزير العدل السابق اللي علمناه بالتقارير الامنيه، وقع التهاون في الشخص هذا عمر بن منصور. بالطبيعه الراس الحربه الاول والمدعو صابر الخفيفي اللي ينتظر فيه ان شاء الله اكثر من 12 عام سجن بملفات الفساد. قاعدين نخدموا ونتحركوا، مش نحاسبوا الناس هذوما قبل لا نرجعوا نخدموا، لازمنا نحاسبوهم ولازمنا ننظفوهم جرد جرد. هذوما جردان، هذوما باك بوانسيس. ناكد لك اللي موجودين في الاداره العامه للسجون والسلاح حاليا باك بوانسيس، جي دي بيان باك بوانسيس. الكفاءات الكل ما تلقاهمش في الدار. ثم الكفاءات اللي في السجون يحشموا مش يمشيوا للاداره العامه للسجون والسلاح، لان اللي موجودين توا تلقى الشوفير، تلقى التكنيسيان، تلقى معناها فهمتني مستويات لا اراك الله بمكروه فهمتني. وهذوما الناس يمشيوا لامريكا، يمشيوا لهايتي فهمتني، تلقى باك مهندسيس يمشي لهايتي. وانا باك بليسيس وعامل 3 دراسات امنيه وشاهد تبارك الله ومعروف حتى على المستوى الامني، ما مشيتش حتى لبنقردان. واضحه العمليه. هذا سلك السجون والاصلاح. بالنسبه للسيد عادل صنديد اللي مشى المزيق قال ما ثماش فساد، هذاك بصمه عار في السجون والناس الكل تعرف. السيد هذا جا صابر الخفيفي قال له نتعلموا منك سيدي، جي دي بيان ارى الكلمه اللي قالها فضيحه في حق السجون والسلاح. هذاك بصمه عار بالنسبه للي اللي يجب معناها ايقافهم، حتى ما نقولوش عزلهم، ايقافهم حتى يمشيوا للقضاء ويمشيوا المحاسبه. عندنا ملفات عليهم، حلمي الشريف، عماد الدريدي، اسمه عادل صنديد، عديد معناها. هذوما موجوده الليست، هذوما هما 16 اطار سجون، هذوما لازمهم يخرجوا ويضمع حلوا من سلك السجون والسلاح. احنا شادين الصحيح، واحنا جي دي بيان شادين الصحيح. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انا جاني معناها القضاء الاداري انصفني، ونجم نرجع نخدم في اي وقت، لكن مانيش باش نرجع الا ما نحاسب الناس هذوما. الناس هذوما ما يمروش الا على جثتي انا. احنا خاسرين عليه محامين، انا خاسر في شخص اكثر من 3 ملايين محامين. الناس هذوما قاعده الامور تمشي بسريه كبيره، ما نحبوش نعلموهم مش ما تصيرش تزوير في الوثائق. اما اقسم بالله العظيم الايام بيناتنا الناس هذوما ان شاء الله وما يشبش يسد عليهم حركه النهضه وما يسد عليهم حتى حد. هذوما بلاصتهم في سجن المرنقيه، بالاضافه الى صابر الخفيفي اللي نعتبره انا معناها حاليا في معناها رقصة الديك المذبوح. السيد هذا ما انتهى امر. السيد هذا عنده عديد الملفات الفساد. السيد هذا كان مطرد من سلك الحرس فهمتني، وجانا في 2012 2013 هتك المنظومه، هتك الاداره العامه للسجون والسلاح. فبحيث الانسان هذا فهمتني معناها مشكلة وقت ان شاء الله. معناها تتحرك الحكومه، مش احاله صابر الخفيفي على القضاء.
و... وعزل 16 إطار سجون. ربي يبارك فيكم، وإن شاء الله ربي ينصر السجون. وأنا نصيحة لبعض الزملاء وبعض الناس معناها يحبوا بعضكم يزي في البركة، فهمتي؟ الناس هذوما ضرت الإدارة العامة للسجون والسلاح، ما همش كفاءات، مشاو تربصات، فسدوا في الإدارة العامة للسجون والسلاح، يعني عملوا من اللي ما يتعملش. دونك احنا ماناش مسلمين فيهم، جي دي بي ماناش مسلمين بيهم، قدامنا الاعلام، قدامنا التصريحات نتاعنا. دونك معناها لن يمر اي فاسد امني الا على جثتنا، واحنا مواصلين الحرب نتاعنا. وبارك الله فيكم، وربي يسترنا، وبدون بارك الله فيكم وشكرا.